اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتوما يا مزيان. نتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وانتم تتشوفوني. اليوم فاش دخلت في الصباح قلت غادي نحي الكاميرا ونبقى نصور لكم نهيار هكا تتبعوني من الصباح حتى الليل، ولكني وقعوا شي ظروف ان واحد اللبسه عندي كان ضروري خاصها تمشي لمولاتها اليوم مولاتها خاصها تمشي ليها، كاينه هي في فلت بعيده. المهم ما يمكنش لا حليت الكاميرا باش اني نصور نصور دخل نصر والله يلا خرج الكتكوت ديالي الصغير، يلا خرج من المدرسه. المهم حليت الكاميرا هكا باش غادي نصور لكم، غيضيع عليا الوقت داكشي باش حتى كملتها. عطيت دابا الاكرام دغيا تلصق ليا الصديفات ومشيت تقديت على ود الغدا. اليوم كيف تتعرفوا السبت ضروري السمك. المهم تقديت معايا، كنت قلت لكم في الفيديو اللي سبق غنشارك معكم الوصفه ديال التشيز كيك. انا صاوبتها وداك الفيديو اللي حطيت لكم انا ما عرفتش داك الفيديو مالو، عرفتي غريب وعجيب. صوبته درت ليه المونتاج ديالو، درت هكا ديك الوصفه ديال التشيز كيك اللي قلت لكم غنشارك معكم. ولكن ملي جيت باش نتيريشارجيه لقيت ان هذيك الوصفه كلها عطيني هكا البلاصه ديالها كلها كحله، ما بغاتش تطلع الهضره تتسمع، الصوره ما بغاتش تطلع. حيدتها درت لها سوبريمي، حيدتها وعاودت الفيديو من جديد وقديته صاوبته ولقيت ما بغاش يطلع فيه الصوت، عاودته من جديد وحطيته. وملي تا لحتو في اليوتيوب عطاني ما يمكنش ليه يتفعل ليه الربح. المهم قلت كيفاش ما يمكنش هذا الفيديو مالو ما بغاش يطلع. المهم ملي دخلت نشوف لقيت يلاه جا فيه 4 دقائق وهو تلاح في اليوتيوب وشافوه الناس. عاودت درت ليه سوبريمي، مع انه باش تلوح الفيديو وتمسحو يعني بحال اليوتيوب تيعطيك واحد بحال واحد الانذار، يعني داك الفيديو راه كانت فيه شي حاجه ماشي هي ديك علاش انت مسحتيه. ومع ذلك مسحته كانت فيه 4 ديال الدقائق وعاودته البارح حتى ل 10 د الليل وانا خدامه فيه باش نحتو لكم. ولكن قلت لا ضروري اليوم بالخصوص انه اليوم جات عندي اختي وجا معها الفليليس ديالها الصغيور الكتكوت. قالت لي فين هو هاد التشيز كيك اللي صاوبتي؟ قلت لها اليوم نعاودو لكم وغادي نشاركو معكم ان شاء الله، غادي يعجبكم شي حاجه. شي الصوت عرفتي شي حاجه زوينه ملي نقول لكم شي حاجه مثلا زوينه عرفوها انها رخيصه وفي نفس الوقت دغيا خفه نزربه تتصاوب. المهم انتم معايا وغادي تشوفوا الصباح ديالنا، ما غاديش نصور حتى العشيه باش ان شاء الله العشيه نلوح لكم الفيديو تشوفوه. بالنسبه للموديل اللي كنت خدامه فيها البنات هو هذا، ها نتوما هو راه غادي يطلع لكم في الشاشه، هو تتشوفوه كيفاش صيفطاتو ليا السيده وانا خدمتو ليها. درت ليه لاستيك من هنا من الجنيب من الظهر، كان لاستيك زايد واحد 3 ديال السنتيم، ومن القدام دخلنا بدوك 3 ديال السنتيم. درنا ليه الجويبات هكا كيف تتشوفوا في الجهات بجوج، كول اوفيسيي يعني راه طالع عندكم في الصوره تتشوفوه. هاد لي غاد هكا درناهم ليها في الكتيفات، تنديرهم داخلين على الخياطه القدام باش تيعطيو واحد المنيضر، هما محطوطين. الكميم بغات كميم سامبل كيف تتشوفوا السامبل ما فيه حتى شي حاجه. الصديفات درت ليها هاد الصديفات هادو مهم، وتتبقى هكا كيف تتشوفوا في الصوره راه هي طلعت. هذه دابا ما غاديش تبان حتى غادي تصلح وغادي تمشي لو روباساج تصلح. هادو المكونات مشيت تقديتهم، المكونات باش غادي نصاوب تشيز كيك مشيت تقديتهم. ايوا هذا ما كان ان شاء الله غادي نشاركهم معكم وغادي تعجبكم هذا الفيديو. خرجت من المحل غادي نمشي دابا للدار، غادي نحط التقديه ديالي. بالمجرد ما غادي ندخل غادي نبدا مباشره في التشيز كيك اللي قلت لكم، وغادي نصايب الغدا حيت راه دابا الوحده باش ان شاء الله الوليدات بالمجرد ما يوصلوا صافي يلقاو الغدا موجود. وكذلك اكرام خليتها في المحل. الطريق شويه كاينه الحراره، الله يرحمنا بالشتا يا ربي. كيف تتشوفوا طحنت البسكويت، تندير فيه انا البسكويت ديك ماريا باكيه تدير 5 دراهم، تندير معاه شويه ديال الزبده. تندير البسكوي هكا مطحون في المول وتنزيد عليه الزبده هو وسط المول صافي، وتنطبطب عليه هكا وتندخلوه الفران. يعني ما تياخذ لا واحد لا مجهود لا حتى شي حاجه، دغيا تيتصاوب سبحان الله العظيم. صافي تندخلو انايا الفران، ومن بعد ملي غادي نخرجو غيكون الفران سخون. وجدت هكا السرديل استفتو، درت ليه الملحه في الطاوه، تيبغيوه وليداتي بزاف. تندير الطاوه فيها الماء باش واخا يطيحوا دوك النقيطات في الطاوه ما تيطلعوش الدخان، يعني تيطيحوا دوك النقيطات منه وديك الزويته ديالو تتلقى الماء كاين
ما تيطلعش الدخان هكا، ما تيخلي لا ريحه في الكوزينه لا والو. من بعد ملي تنخرج الطاوه تنلوح فيها شويه د الخل. وضروري ضروري الحاجه اللي مهمه عندنا حنايا في الطبله هي الشليضه، تندير فيها مطيشه، الخيار، الخوص، الفجل، وتندير البصله الخضاريه، وإلا ما كانتش ندير البورو بلاصتها. المهم هاد السلطه هذه مهمه في الطبله، من الاشياء المهمه اللي انا تنعطيها لوليداتي. كيف شفتوا دخلت السرديل وخليتها الطاوه هذه اللي فيها البسكويت تيبرد هكا، حطيتها فوق الفران. المهم طلق منها السخونيه، تنوجد الطبيله وتنستفوا الطبيصلات وتنحطوا الشليضه، كل واحد تندير ليه في الطبيصيل ديالو هكا بيد ما السرديل تيكون تيطيب. مهم هذا الوقت هذا انا غادي نستغلو باش غادي نصايب الكريمه ديالي. يعني خاص الغدا ملي نحطو باش اننا نجلسو نتغداو، خاص يكون كل شيء موجود فوق الطبله وكل شيء ناضي، المعينات مغسولين. بالخصوص اني انا حنايا عندنا واحد الجليسه في الكوزينه تناكلو فيها تما في الكوزينه باش تبقى الروينه كلها. بالنسبه للتشيز كيك تندير انا كريم هولالا تنديرو وتنزيد عليه نيستلي. يعني هاد جوج مكونات صافي اللي تندير. الكريم هولالا تنزيد عليه نيستلي، الكريم انا تندير يطرو كامل، ونيستلي كيف تشوفوا هاد الحكيك هذا. السر اللي كاين فيهم هو اني ملي تنخلطهم تنزيد عليهم كويس صغير ديال الحامض. انما اللي خص دوك الجوج مكونات خصهم يتجانسوا مزيان 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 صافي، وتنزيد عليهم جوج هاد الكويس ديال الحامض. هذا هو السر انها تتعقد بوحدها وتتجمع بوحدها، بحال الا درتي ليها الطراب هكا الباطور ديال الضو. المهم بلا ما تحتاج حتى شي حاجه راسها تتجمع وتتعقد. تنبقى انا تنحرك فيها بواحد السرعه، خاص واخا تجمعات حيت هي كل ما حركتها تزيد تقصح وتعقد. تنبقى نحركها بواحد السرعه باش تطلق داك التجانس اللي بيناتها يطلق، باش بحال ترجع ليا خفيفه شي شويه. المهم خاصها تكون خفيفه، ملي نخويها انا في المول تتهبط بواحد السلاسه. هي المكونات ما فيهاش بزاف وماشي غاليه، بالنسبه انك باش تمشي تاكلي مورسو على برا راه تيتقام بالثمن. تتصايبيها للوليدات وتياكل منها كلشي، وتتقام بواحد الثمن اللي جد مناسب بالنسبه لكل واحد. كل واحد والجهد ديالو على شحال. كاين اللي تيكونوا عنده الوليدات ولا هكا تتكون الدار عامره باش تشري شي حاجه لراسك بوحدك تاكليها، تيبقاو الاخرين يقدر يبقى فيك الحال. المهم انا دايره بحال هكا. اللهم ملي تنصايب شي حاجه لكل شيء وغياكل منها هكا تنكون مرتاحه في خاطري، تنكون مرتاحه تنقول راه كلشي كلا كلشي ذاق من ديك الحاجه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا هكا اليوميات ديالنا واشنو تنحطو، تيدوز عندنا الانستغرام، هو طالع عندكم في اسفل الشاشه كيف تنقول لكم هكا، تتعرفوا علينا اكثر واكثر. من بعد هانتوما هذا هو الخليط اللي خاصو يعطي انك ملي تتخويها تتهبط بحال هكا. هي راه تتهبط ثقيله ولكن خاصها تهبط بحال هكا. تندخلها الكونجيلاتور باش تبرد، وفي الاخير هذه هي النتيجه. درت فوق منها شويه ديال الكونفيتور د الفريز. المهم هي تجي خطيره بالفرونكواز، تجي تتحمق بالصحه والراحه. كاع اللي جربها يكتب لي في التعليق كيفاش جاتو. المهم حنا انا وليداتي تيعجبهم هذا الكاطو هذا، تيعجبهم بزاف بزاف بزاف، ماشي شويه بزاف، بحال تقول الكيك اولا الكاطو المفضل عندهم. واخا نبغي نصايب كيكات الشوكولا اولا تيقولوا لي لا ماما بغينا تشيز كيك هكا. وبصحه والراحه. شكرا على المتابعه ديالكم.